السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. راني عارفه كنغبر عليكم بزاف، ولكن غير سمحوا لي وخلاص. اليوم جيت باش نشارك معكم الفيديو ديال عيد الميلاد ديالي، وغادي نشارك معكم التحضيرات سواء من الديكوراسيون وسواء من المملحات اللي وجدتهم في الدار. وبالنسبه للحلويات غادي نبدا لكم باول حاجه، غنبدا لكم بلا تارت اللي غادي نصاوب، اللي غادي نوضع فيها الصوره ديالي. درت لا جينواز كيف العاده. مهم لا جينواز غتلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف، هي دائما لا جينواز المعتمده عندي اللي ما كتخطانيش، حيت كتعجبني في المذاق ديالها وكتجي هشيشه صراحه ما كنبدلهاش، ديما هي. وبالنسبه لا كريم، المهم درت شي حاجه اللي هي سامبل بزاف عاد. لا كريم درت فيلادلفيا مع الماسكاربون ولا كريم فريش، ودرت السنيكرز من الداخل. وطبقات راكم كتشوفوا، مهم بحال اي طاخت عاديه، مهم بالحوايج اللي هما بازيك راه نتوما كتشوفوا. وما درتش الكاناش بالنسبه لتغليف الكيك، درت غير لا كريم حتى هي هذيك اللي شات ليا، هي اللي غلفت بها لا جينواز ديالي، وضفت عليها الصوره ديالي. واخا من بعد كنشوف بحال ما عرفتش علاش الملامح تبدلوا من بعد ملي وضعت هاد الصوره، واش حيت جات هكذا دايره، هادشي علاش الوجه جا شويه بحال الملامح شويه تزلعوا كيف نقولوا. المهم ماشي مشكل، غير فقط باش نقول لكم بلي راه بانت لي الصوره شويه مغايره بالمقارنه مع الصوره كيفاش كانت في التليفون ديالي. هنا بالنسبه للتزيين زينت بالحوايج اللي هما عندي في الدار، وشويه ديال الورد اللي هو طبيعي، راكم كتعرفوني كنحماق على الورد الطبيعي يعني. المهم هو خديته اصلا باش نزين به في لا ديكوراسيون، واستغليت باش ناخذ شويه ونستعملهم حتى هكذا في لا تارت. المهم كيف ما كتشوفوا يعني حلوه عاديه سامبل، ولكن في الاخير الشكل جا في الحقيقه رائع. المهم ما تنساوش تقولوها ليا في لي كومونتير واش عجبتكم لا تارت بعدا ولا لا. ومن بعد ما كملت لا تارت، هنا غادي ننتقل باش ندير لي كوب كيك اللي حتى هما نفس الطريقه اللي كنستعمل دائما ونفس المقادير. غتلقاوهم حتى هما في صندوق الوصف، يعني كيجيو هشاش وكيجيو بنان بزاف، انا كيعجبوني وكنحمقوني هاد لي كوب كيك. المهم زينتهم بلا كريم اللي شاطلي، لونتها هكذا بالغوز، يعني درت حاجه اللي هي سامبل كيف ما قلت لكم، ما كثرتش عليا بزاف، كثرت الزواق وداكشي، حاجه اللي هي عاديه هي اللي درت. وبالنسبه للمملحات، هنا لا بات فيتي درت منها بزاف ديال الشكيلات. هنا درت الفرomاج اللي خلطته مع شويه ديال لا سيبولات وشويه د الزعتر، درت فيهم شويه د الملحه، ودرت هنايا سمو فيمي من الفوق، ودورتهم على حساب لي كرواسون. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم. وهنا بالنسبه للشكل الثاني عندي دائما الفرomاج اللي درت معاه شويه ديال الثومه وشويه ديال الاوريغانو، وضفت عليه من الفوق المورتاديلا بالنسمه ديال الفلفله الحلوه، وفيها شويه د المذاق د الحار. مهم جاو مواتين صراحه في المذاق، جاو بنان بزاف. وهنا الشكل الثالث، هنا كاينه كوثر صاحبتي هي اللي عاونتني تبارك الله عليك كوثر، شكرا بزاف. المهم هنا وزعت الفرomاج كيف ما كتشوفوا، وضفت واحد النوع اخر حتى هو ديال المورتاديلا، اللي المذاق ديالو مغاير على هذاك الاول اللي استعملنا. وزدت عليه الفرماج ديال ايمونتال من الفوق هكذا محكوك. والشكل اللي دارت، المهم راه الصوره وراه الفيديو شارح نفسه، هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه اللي دارت كوثر حتى هي. تبارك الله جا الشكل غزال وجا زوين، تبارك الله على كوثر، الله يعطيها صحيحتها، عاونتني مسكينه داك النهار المهم بالنسبه للشكيلات حاولنا ننوعوا فيهم، سواء في المذاق سواء في الشكل حتى هو. وهنا غادي تتبعوا معايا الطريقه باش غادي نقاد لي بغانش وباش غادي نزينهم. يعني راه كل واحد عنده الذوق ديالو خاص في الطريقه باش يقاد البغانش ديالو، اولا كمثال البلاطو كيف ما كنقولوا. المهم انا بقيت على هذا الشكل، هذا هو اللي درت من الاول
درت 3 الانواع ديال لي بغانش وخلطتهم بالمكونات اللي عندي في الدار والحوايج اللي خديتهم حتى هما من السوبر مارشي، اللي ماشي كلشي صايبته في الدار بيان سور، راه كاين حوايج اللي انا شارياهم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كاين هنايا شويه ديال الفرomاج، كاين كل حاجه مهم منها شويه. راه الفيديو شارح نفسه، تبعوا معايا حتى الاخير. بلا ما نبقى نقول لكم درت هنا ودرت هنا، انتم كتشوفوا كلشي بعينيكم. والطريقه باش قدمت البغانش، هاد الورده هادي كتجي رائعه في الشكل صراحه. كتعجبني باش كنحطها في الطبق ملي كندير سيرتو البغانش. كتعجبني ديك الورده بالمورتاديلا باش نقادها. واكيد باش نضيفوا شويه ديال اللوينات كنزيدوا شويه ديال الفواكه، الانواع اللي متوفرين عندنا في الدار. هنا درت الكاكي ودرت الكيوي ودرت شويه ديال العنب والفرومبواز، وزينت بالفرماج. هذا كيعجبني كيحمقني، هذا ميني كابريس. كيعجبني بزاف ما كنشبعش منه. المهم درت شويه ديال المكسرات حتى هما في الفوق. وهنا كاينين مملحات بالخيار اللي ما صورناهمش، درنا ليهم لا كريم ديال السومو والخيار من الفوق جاو رائعين. وهنا بالنسبه للبانكيك وبالنسبه لي غوف راه كوثر اللي صوبتهم حتى هي، جابتهم معاها مسكينه من الدار. الله يكثر خيرك كوثر، شكرا بزاف. حيت هذا الشيء اصلا جا مزروب يعني بالزربه، وجدنا درنا شي حاجه اللي هي حاولنا نديرو كل شيء في نهارو، كل شيء خفيف ظريف. وبطبيعه الحال هزينا الماتيريال ديالنا، مشينا لحدا البحر. البحر اللي اختاريناه هو فيل فرانش، دائما في لاكوت دازور. ما بعيدش بزاف على مدينه نيس، يعني قريب شويه، تقريبا غير واحد 20 دقيقه بالطوموبيل. وهنا وجدت لي برانش ديالي ودينا كل شيء. وفي طريقنا باش نحتفلوا بعيد الميلاد. كيف ما كتشوفوا وجدت هذوك لي باليت حتى هما ديتهم معايا من الدار، ودرنا لاناب ووجدنا. راه كتشوفوا كلشي بعينيكم. درنا شويه ديال ديكوراسيون في لاطابل الاخرى، حيت درت جوج بلايص، وحده اللي فيها المملحات وهاد لي بغانج زعما، والاخرى اللي فيها لا تارت والكيسان والطباصل. المهم غير باش ندير واحد الفيديو اللي صراحه عشقته لراسي، وعلاش ما نحتفلوش بريوسنا وعلاش ما نبسطوش ريوسنا بابسط الحوايج. المهم كانت فكره عجبتني صراحه وجات لي على بالي. وبغيت نديرها لراسي ونفرح راسي براسي. كنتمنى ان شاء الله يكون يعجبكم. هنا ما ننساش الحلوه ديال ريش بوند اللي حتى هي كنت اصلا صايبتها في الدار، يعني كانت عندي من قبل، وحتى هي زينت بها شويه في هاد لا طابل هذه. راه غتلقاوها حتى هي في صندوق الوصف. الحلوه ديال ريش بوند شكون اللي ما تعرفهاش، راه كنا كنحماقوا عليها، يعني من الحلويات القديمه اللي كل شيء كيهبل عليها. هنا لا ديكوراسيون كيف ما كتشوفوا، راه كيف ما قلت لكم الفيديو شرح نفسه، تبعوه حتى الاخير. اكيد انا متيقنه غادي يعجبكم. وما تنسونيش من لي جيم، وما تنسونيش من التعليق ديالكم من تحت الفيديو، وقولوا لي كي جاكم هذا الشيء كامل. المهم واش يستاهل التماره اللي كليت عليه ولا لا. يلا خليت لكم الراحه، خليكم حتى الاخير الفيديو وتبعوا حتى الاخير، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وشكرا لكم وبزاف.